السلام عليكم، أنا دكتور يوسف ياسين راح أشرح لكم مادة الميديكال فيزيكس. أول شيء إحنا لازم نفهم الميديكال فيزيكس شنو هي وشنو تطبيقاتها بالطب. أول شيء لازم تعرفون إنه الميديكال فيزيكس هي من مواضيع البيسكس، وكل طالب لازم ياخذ بيسك ويكون قوي بالبيسك بالأساسيات في كلية الطب، حتى بعدين من يروح وياخذ كلينيكال اللي هي المواد السريرية مثل الباطنية والجراحة يكون فاهمهن. يعني انت اذا فاهم بيسكس ما راح تواجه مشكلة بالكلينيكال، اما اذا البيسكس عندك مشكلة بهم فراح تواجه صعوبة بالكلينيكال او بالمواد السريرية اللي تاخذها مستقبلا. الميديكال فيزيكس من الامور المهمة اللي احنا نحتاجها حتى نفهم الفيزيولوجي. انت حتى تفهم الفيزيولوجي اللي هو علم وظائف الاعضاء لازم فاهم الفيزيكس، الميديكال فيزيكس. انت اذا فهمت الميديكال فيزيكس والأسس مال الفيزياء الطبية، انت راح تيجي تقرأ علم وظائف الأعضاء اللي هو الفيزيولوجي، ما راح تواجه بيه مشكلة. فبالتالي احنا نحتاج نفهم النورمال مال الجسم. انت تعرف اذا فهمت النورمال مال الجسم الابنورمال مال الجسم راح تفهمه، اللي هو الغير طبيعي، اللي هو يمثل لنا الكلينيكال. يعني هسه احنا بالمراحل الاولى انت راح تجي تدرس الجسم كله من بداية لنهاية، كل تفصيلة بيه تقرأ كنورمال كجسم طبيعي. من تفوت للمراحل السريرية راح يبلشون ينطونك الأمراض والأمور اللي هي الأبنورمال. انت بهذا الترتيب راح تكون فاهم، راح تكون يعني تدري ليش صار هذا الشيء ابنورمال، لانك انت فاهم النورمال الطبيعي مال الجسم. فالفيزيكس انت تحتاجه حتى تفهم الفيزيولوجي اللي هي مادة وظائف الاعضاء. يعني هسه راح اقول لي شلون. انا راح اقول لك انه الفيزيكس بيها مثلا انت راح تقرا البريشر، الضغوط، وهاي الضغوط تحتاجها مثلا بالتنفس، تحتاجها تفهمها في القلب، شلون القلب يضخ الدم وشلون الضغط دا يصير. او مثلا اللايت اللي تحتاج تفهمه شلون دا يصير بيه انكسار وشلون دا يصير عندنا فيجن وغيرها من المواضيع. فالفيزيكس تعتبر من المواد الأساسية المهمة اللي تحتاجها بحياتك الطبية، حتى بعدين أنت تفهم الفيزيولوجي، ومن خلال الفيزيولوجي راح تفهم المواد الكلينيكال. role of medical physics الميديسن حكيناها. وليش احنا دا نقرا الميديكال فيزيكس؟ تبقى راح تسألني تقول لي what is your يعني your duty كواجبك كطالب، وشون اني اخذ الادفانتج من من المحاضرات. انت من تقرا فد كذا موضوع، احنا نعرف انه الفيزياء بالمتوسطة او بالاعدادية جافة ومادة شوية يعني يحتاج اكو ناس يحبوها اكو ناس ما يحبوها. بس هنا بالميديكال فيزيكس انت لازم من تقراها تسوي لها ابلكيشن، تجي تطبقها، تحاول تفهمها على جسم الانسان. يعني مثلا اذا نجي احنا نحكي عن ضغط، راح نجي نحكي على الضغط اللي دا يصير بالجسم، ما راح نحكي عن مواضيع خارج جسم الانسان. فانت لازم تكون من تقرا فد كذا توبيك، فد موضوع محدد، هذا الموضوع لازم تربطه بالهيومن بودي، بجسم الانسان. تمام. هسه احنا بهاي المحاضرة اللي هي المقدمة، او نقدر نقول المحاضرة الاولى بالنسبة للميديكال فيزيكس، راح نحكي عليها عن بالبداية الفورس، القوى وانواعها. وراها راح نحكي عن القوانين مال الفيزياء، قوانين نيوتن اللي احنا ماخذيها سابقا، وراح نفهمها ونفهم تطبيقها بالطب. وراها راح ناخذ الستابيليتي، شلون الانسان يكون متوازن، ونفهم السنتر اوف جرافيتي اللي هو مركز الجاذبية او مركز الثقل. وراها راح نفهم الليفر سيستم اللي هو بالتحديد العتلة. فنجي بالبداية نفهم شنو هو الفورس. الفورس is a push or pull acting، انه هي قوة، يا اما اني اجي ادفع فد شغلة او اسحبها، اذا دفعتها او سحبتها راح تتغير الحركة مالتها. بما انه تغيرت الحركة مالتها فهاي احنا نسميها فورس، قوة. مثل انت صندوق عندك تجي تدفعه او تسحبه، فهذا انت اديت قوة او فورس على هذا الصندوق. فيقول لك هي force is a pushing، ندفع او نسحب on an object، على شيء محدد. وهذا راح يسوي لنا change، تغير في الموشن of the object، بحركة هذا
الشيء اللي دفعناه أو سحبناه. تايب أو كلاسز أو فورس راح نجي على الصورة اللي جوا حتى تفهموها، إنه إحنا عندنا كونتاكت فورس ونون كونتاكت فورس. القوة اللي يحتاج إحنا بيها يكون أكو تاتش، يعني أنا مثل من أجي أريد أسلط قوة على فد جزء محدد يحتاج أكمشه، أو يعني مثلا أنا أريد أسد الباب، لازم أجي أكمش الباب بيدي وأدفع وأسده. أريد أفتح فد جزء محدد، مجار أو غيرها، فأني لازم بإيدي أسلط قوة وأسحبها، فهذا كونتاكت فورس. من كونتاكت فورس هي القوة اللي تجي اللي ما يحتاج لها تاتش، ما يحتاج لها أي لمس أو أي تواصل، مثلا المجال المغناطيسي، أو يمكن الإلكتريكال فورس القوة الكهربائية أو القوة الجاذبية. طبعا الكونتاكت فورس ممكن عندنا الابلاي فورس اللي هو اني اجي اسلط قوه، او سبرينج فورس اللي هو هذا السبرينج، او دراج فورس اللي هو قوه مال السحب، او فريكشنال فورس اللي هي مال الاحتكاك، او النورمال فورس. هسه نرجع على هذا السلايد، راح نشوف انه اكو يقول لك كونتاكت فورس اللي هي ذكرناها، اللي هي تحتاج act through direct contact between two objects. انت عندك شيئين لازم هذا الشيء يطخ الشيء الثاني، يلا ينطيك يعني يوفر لنا شيء نسميه direct contact force. يعني أنا ما أقدر أجي أسحب المجر إلا أني أكمش المجر وأسحبه، ما أقدر أفتحه، أو باب ما أقدر أسده إذا ما بإيدي أسده، فهذا هو الكونتاكت فورس. الأبلاي فورس أو الفريكشن، مثلا عندنا الاحتكاك. ابلاي فورس هو اللي انطيناها مثال انا اجي اسد الباب. الفريكشن هي القوه الناتجه نتيجه الاحتكاك. اكو شيء اسمه فيلد فورس، الفورس اللي هي ما يحتاج كونتاكت اللي ذكرناها، اللي هي عباره عن قوه جايه بالفضاء. يعني انا مثلا الشحنات الكهربائيه او الشحنات الكهرومغناطيسيه، هذني بكل بساطه هن موجودات وين؟ at empty space بالفضاء، فهاي ما يحتاج بها كونتاكت، نو فيزيكال كونتاكت. يعني انت اذا شوف الربط اللاسلكي، مثلا خلينا نجي مثال ربط اللاسلكي للايربودز السماعات، فهاي ما يحتاج اي كونتاكت، مجرد انه هي من شيء بعيد، هاي اكو قوة فورس، قوة كهربائية او قوة كهرومغناطيسية ادت لنا الى هاي الوظيفة. factor that can act over distance اللي هي تصير يعني مسافات كلش بعيدة، تصير عن طريق مسافات، ما يحتاج اي كونتاكت، ما يحتاج اي تواصل، او نقدر نقول يعني اي تاتش. اللي هي مثلا عندنا الجرافيتي الجاذبية، او الالكترومغناطيك فورس اللي هو القوة الكهرومغناطيسية. هاي كونتاكت فورس مثل تشوف هاي البنية في الصندوق، وهاي فيلد فورس اللي هي تفاحة وقعت نتيجة الجاذبية بدون اي كونتاكت. نجي على القوانين مال نيوتن، انا حتى بسط لكم اياها. عندنا 3 قوانين. يقول لك القانون الاول، الشيء ثابت يبقى ثابت والمتحرك يبقى متحرك. القانون الثاني يقول لك القوة مساوية للوزن مضروب في التعجيل. والقانون الثالث يقول لك لكل فعل ردة فعل. خلينا نجي نفهم القانون الأول. نقول لك إذا أكو فد أوبجكت، أكو شيء ثابت فهو ثابت، تمام، وإذا أكو شيء متحرك فهو متحرك. يعني إذا إحنا مثلا فد واحد قاعد وفجأة خليناه يمشي كلش سريع، فهذا الشيء أبنورمال. وإذا واحد دا يمشي سريع كلش ووقفناه، فهذا الشيء هو أبنورمال، تمام. an object at rest will stay at rest. إذا هو ثابت فهو راح يبقى ثابت. and an object in motion إذا هو متحرك راح يبقى متحرك بفيلوسيتي ثابتة، بسرعة ثابتة، إلا إذا كان أكو unless act upon by the unbalanced force، إلا إذا كان أكو تأثير خارجي أو قوة خارجية. القانون الثاني قلنا القوة تساوي الوزن مضروب في التعجيل، اللي راح نجي ناخذه بعد شوية كذلك. الثيرد لو لكل فعل ردة فعل، for every action there is an equal and opposite reaction. الكل فعل ردة فعل. هنا يعني اللي هو الدكتور نفسها، يعني هو يقول لك هذا law of inertia اللي هو قانون الجمود، نفسها مكرر يعني التعريف اللي ذكرناه فوق، اللي هو الأوبجكت إذا كان بريست ثابت فراح يبقى ثابت at rest، وإذا متحرك فراح يبقى متحرك بكونستانت فيلوسيتي، بسرعة ثابتة، إلا إذا كان أكو شنو أكو تأثير خارجي من خلال قوة غير متوازن unbalanced force. فيقول لك الانيرشيا اللي هي الجمود، يقول لك the tendency of an object. احنا عندنا مثلا شيء محدد، هذا الشيء ده يقاوم التغير بالسرعة. يعني مثلا
ايش مثلا هاي اليقطين هنا ثابته، فهي تقاوم التغير بالسرعه، فهاي شو نسميها؟ نسميها الانيرشيا او قانون الجمود. انه هاي اليقطين هنا ما راح تتحرك الا اذا كان اكو اجا واحد من بعيد سلط عليها ضغط وحركها. تمام. فيقول لك whether in motion or in motionless. فاحنا هنا الشيء الثابت يبقى ثابت. يعني مثلا هسه اذا اكو فد خلينا نقول مثال، يعني انت حاط مثلا جلاس على فد مكان محدد، هذا المكان ما راح يتحرك اذا ما اجى واحد من الخارج دفع او حركه، مستحيل يتحرك من وحده. خلينا نجي ناخذ فد medical application، تطبيق طبي للقانون نيوتن الاول. هسه هذا واحد دي يسوق بماطور، اصطدم بحاجز، وهذا الحاجز سواله خلى اللي بالماطور يطير. فإذا تشوفون هذا هنا، فهنا يقول لك يعني انت لما يصير لنا كولوجن اللي هو لما يصير اكو حادث، انت تمشي بماطور او بسياره وهذا الشيء ادارك الى حادث. فانت هنا بكل بساطه كنت تمشي مثلا بكذا بسرعه محدده، وهاي السرعه تمشي بسرعه مثلا سرعه 100 كيلومتر بالساعه، وفجاه وقفت. بما انه انت فجاه وقفت، فهنا معناها شنو هو؟ انت هنا معناها قانون نيوتن الاول ما راح ينطبق عليه هاي الشيء. انه انت قلنا فوق اذا كان متحرك موشن يبقى متحرك، واذا ثابت يبقى ثابت. فانت هنا جسمك بعده يعني بسرعه 100 كيلومتر بالساعه، بس هذا الجزء الجماد وقف، بس هذا الجزء الجماد وقف. فبالتالي راح يكون اكو شنو؟ اكو يعني ردة فعل للفعل اللي صار. فهنا احنا ينطبق علينا القانون الاول والقانون الثاني. القانون الاول انه جسمك بقى متحرك لان هو كان متحرك، والنقطة الثانية هنا اكو فعل فصار لنا ردة فعل. فيقول لك during the collision the barrier exerts a net horizontal force. هذا البارير او الحاجز اللي صار هو يعتبر horizontal force اللي هي القوة الافقية on the bike bring it to rest. اللي هي شنو؟ لما كان انه البايك صار بالرست، هذا الماطور بقى ثابت، بس هذا كان يمشي بكذا سرعة فما وقف. The net horizontal force is not exerted on the rider. هاي ال horizontal force اللي صارت هنا ثبتت لنا الباسكل او الماطور او السيارة او ايا كان، هي ما ثبتت لنا السائق، فبالتالي السائق انشمر. فهنا يقول لك هنا تطبيق نيوتن الفيرست لو، انه هذا كان يمشي فبقى ماشي، وهذا وقف فبقى واقف، فبالتالي السائق انشمر. The rider will continue moving forward with uniform velocity. راح يبقى يمشي لي قدام، continue moving forward للأمام with uniform velocity. ونفس الشيء ينطبق على السائق مال السيارة. أو مثلا واحد قاعد بسيارة ومثلا صار اجا واحد من ورا دعم هاي السيارة، سيارة واقفة وجا واحد من ورا دعم هاي السيارة، فبالتالي اللي قاعد راسه يكون ريست. شو يكون؟ at rest. يعني شنو يعني؟ مسترخي. فبالتالي هاي القوة اللي جت من الخارج، قوة جت من الخارج، فهو كان at rest. فبالتالي شو راح يصير عنده؟ راح يصير عنده فعل. يعني هو كان قبل ثابت فتحرك نتيجة الضربة، فهاي الضربة أدت لنا إلى إنه الراس يصير بيه فد، انه بما هو كان ثابت فتحرك، من يتحرك رجع لي ورا، وممكن يسوي لنا انجري للفقرات اللي هنا. هاي الفقرات اذا انضربت ممكن يؤدي يعني الانسان يا اما ينشل وغيرها. ليش؟ لان هنا يمشي، احنا نعرف العمود الفقري اللي هو النخاع الشوكي، وهذا العمود الفقري. فيقول لك the passenger is seated in stationary car، انه هو واقف ومسترخي بالسيارة، والسيارة هاي هو مسترخي راسه يعني مرتاح. فاجت سيارة من وراء وضربت هاي السيارة، فبالتالي وفرت أو يعني سلطت قوة على هذا الرأس. فبما أنه سلطت قوة فبالتالي صار أكو تأثير، فبالتالي هذا الرأس صار بجيركت، رجع لي ورا باكورد، مثل ما موجود هنا بالجسم بالصورة. يقول لك القانون الثاني لنيوتن اللي هو قانون التعجيل الاكسلريشن، يقول لك proves that different masses accelerated to the earth at the same rate but with different force. يقول لك
التعجيل مال الأوزان المختلفة تأثيرها على الأرض يكون at the same rate but different force. يعني خلينا نجي نقول الشيء الثقيل أكيد راح يكون أبطأ من الشيء الخفيف، وهذا الشيء يعتمد على الماس، على الوزن. فإحنا إذا نجي نريد نقول مثلا هو هذا القانون مالته، الاف الفورس equal يساوي الماس تايم الاكسلريشن اللي هو الوزن مال الجسم مضروب في التعجيل. فاني الامور الخفيفه اللي هي مثلا نجي نقول شيء الوزن مالته خفيف، فاكيد الاكسلريشن التعجيل مالته راح يكون اسرع، والشيء الثقيل راح يكون التعجيل مالته ابطا. فيقول لك difference masses اللي هي الاوزان المختلفه تعجيلها راح يكون بالنسبة للأرض at the same rate بنفس المستوى، بس اللي راح يختلف القوة راح تختلف. القوة اللي تأثر يعني أنا مثل من أجي أريد أدفع فد شيء وزنه مثل هذا، خلينا نقول هذا الصندوق، هذا صندوق مثلا خلينا نقول وزنه 5 كيلو، وهذا صندوق وزنه 50 كيلو، 50 كيلو. فهذا يحتاج قوة محددة، قوة أقل من اللي يحتاجه هذا الصندوق حتى احنا نمشي بتعجيل محدد. شوف هسه هذا هنا القانون، هذا هنا فورس، هذا دا يدفع صندوق خفيف فالاسريشن مالته سريع. هذا لا، هذا هنا الصندوق هذا بوزن أكثر، فيحتاج شنو؟ تعجيل صار أقل وفورس صارت أقوى. أما هنا فورس أقل وتعجيل أكثر، فهو منطقيا يعني الشيء الثقيل نحتاج قوة أكثر حتى ندفعه وراح يكون أبطأ. الشيء الخفيف شنو؟ يحتاج قوة أقل وراح يكون أسرع. يقولك in the same forces apply، إذا نفس القوة وفرناها على الاثنين على نفس الأوبجكت، يعني هسه هذا الماس وهذا الماس اللي هو هذا الوزن وهذا الوزن، وسلطنا عليه نفس القوة، فهذا راح يكون أسرع من هذا. يقول لك an object with a greater mass اللي هو كثافته أكثر، فبالتالي الأكسلريشن راح يكون أقل. ليش؟ لأن الماس راح تضيف لنا شنو؟ inertia اللي هي شنو هي؟ قلنا فوق قانون الجمود، كل ما الوزن يقل التعجيل يزيد، كل ما الوزن شنو؟ يزيد التعجيل راح يقل، أي علاقة عكسية. قانون نيوتن الثالث يقول لك الكل فعل ردة فعل. Third law states that every action follows in nature there is an equal opposite reaction. كل فعل ردة فعل. فيقول لك إذا أكو فد object يعني فد جزء اللي هو object A فد شيء يعني احنا أثرنا عليه قوة، فالبي راح يعطينا ردة فعل اللي سويناه. مثل واحد يضغط بالقاع، أو مثلا نعطي مثال اللي هو الدكتور مخليلي جوا، يقول لك مثلا الطيور هذنية دا يطيرن بقانون نيوتن الثالث، هي تدفع بجناحاتها لي جوا اللي هو الفعل، وردة الفعل الهواء يدفعها لي فوق. فهنا يقول لك الأوبجكت A exert force on the object B، فالB ايش راح يسوي لنا؟ راح يسوي لنا equal opposite force to the object A. فهنا مثل ما قلنا لكم انه الطيور يعني هاي الطيور البيردز تعتمد على قانون نيوتن الثالث، انه هي push down تدفع لي جوا بالجناحات مالتها، فبالتالي تتوفر قوة معاكسة للي دفعته من الهواء وترفعها لي فوق، فالهواء دا يدفعها لي فوق. فيفتح قوانين نيوتن. القانون الأول الشيء الثابت يبقى ثابت والمتحرك يبقى متحرك، يعني يقول لك body in the motion remain in the motion، إذا كان يتحرك فهو يبقى متحرك، وإذا كان بالرست فهو راح يبقى الرست، إلا إذا كان أكو تأثير قوة خارجية. قانون نيوتن الثاني يقول لك القوة الفورس تساوي الكثافة مضروبة في التعجيل. قانون نيوتن الثالث يقول لك لكل فعل ردة فعل for every action there is an equal and opposite reaction. هسه نجي على fundamental force in the nature. بالطبيعة اكو 4 قوى أساسية بالطبيعة اللي هي الأول هذا الجرافيتيشنال فورس اللي هو قوة الجاذبية. فيقول لك هنا احنا الجاذبية هي القوة اللي تصير بين exert between all objects، كل شيء احنا موجود هسه بالكرة الأرضية اكو تأثير جاذبية عليه، ويقول لك هي أضعف قوة بالموجودة حاليا. والمون يعني موجود بالكون، هو يعني بالش اسمه القمر اللي هو موجود حاليا دا يدور بمداره، هو نتيجة تأثير الجاذبية مال الأرض. عندنا الإلكترومغناطيك فورس اللي هي
القوة الكهرومغناطيسية جاية نتيجة الالكتريكال تشينج، التغير الكهربائي اللي دا يصير. يقول لك this force give material their strength، العفو give materials their strength، راح تنطينا القوة مال الماتيريال، وراح تعطينا ability to bend, squeeze and stretch or shatter at very large compared to the gravity. electromagnetic force، القوة الكهرومغناطيسية هنا أقوى من القوة الجاذبية، فهي راح ممكن تتمدد، ممكن إنه يصير بها سكويز، وممكن كذلك إنه هي يعني احنا نعرف انه الاطوال الموجيه او السرعه مع الالكترومagnetic فورس مختلفه، فهي نقدر نقول فلكسبل، ممكن يصير بها اي شيء، يعني ممكن تتغير بسرعتها، ممكن تتغير بطولها الموجي، ممكن تتغير تقصر او تطول، او ممكن تصير بها باند تتجمع، او ممكن تشتت. فهي الفكرة مالتها أقوى من الجاذبية. النيوكليار فورس يقول لك هي السترونج نيوكليار فورس اللي هي القوة الذرية، يقول لك هاي قوة فكرتها hold the particles. أنا عندي هاي البارتيكلز الذرات بالنواة والأتومز هي متجمعة مع بعض. هاي اللي نقدر نقول أنا خلينا نرسمها هنا. هاي يقول بارتيكل، هذه هي القوة مالتهم، بما أنه هي متجمعة على بعض فهذا تعطينا قوة. هاي القوة هي القوة النووية، فهي أقوى قوة موجودة حاليا بالطبيعة هي السترونج نيوكليار فورس. ويقول لك act over the distance of a nucleus، وتشتغل يعني أنه هي مسافات بعيدة عن النواة. عندنا weak force اللي هي form an electromagnetic force involved in the radioactive decay of the nuclei. عندنا أكو يعني قوة ضعيفة اللي هي جاية منين؟ جاية من شلون هسه احنا مثلا عندنا الموجات الراديوية اللي تطلع من الراديو أو غيرها، هذا اللي بيهن موجات. ها موجات جاية منين؟ جاية من النواة. هاي شنو هاي بكل بساطة؟ هاي بكل بساطة هي تعتبر ويك فورس. فاحنا هنا الملخص مالتنا مال هذا السلايد انه بكل بساطة عندنا قوة جاذبية اللي احنا نعرفها، هاي تأثيرها يكون على كل الأشياء وتكون ضعيفة. قوة كهرومغناطيسية اللي هي بها مجالات مختلفة، وكذلك عندنا قوة نووية. هاي القوة النووية هي ناتجة من احنا عندنا particles، عندنا ذرات مجتمعة مع بعض، وعندنا قوة ضعيفة اللي هي مثل القوة اللي جاية من الراديو أو من الأنوية اللي هو تكون بكذا طول موجي. كمل for type of the force، يقول لك strong nuclear force اللي هي احنا هاي النقطة الثالثة هنا. عندنا strong nuclear force hold a particle in the nucleus and the atom together. هاي نفس الشيء تكمله. والرابعة اللي هي الويك فورس اللي ذكرناها اللي فوق، مجرد هذا سلايد تكرار. فهسه احنا قلنا هنا انه هاي الجرافيتي، هاي الويك نيوكليار فورس، الكترومagnetic فورس والسترونج نيوكليار فورس. هاي يعني احنا عندنا الالكترومagnetic والجرافيتي هذين انفينيتي ما لهن النهاية. طبعا هنا بهذا الجدول يقول لك يعني عفوا what is the force act on، يقول لك هاي القوة تشتغل على شنو. فهنا عندنا الجرافيتي تشتغل على all the masses، يعني all object وما شكو شيء عنده كثافة فهو الجرافيتي تشتغل عليه. الويك نيوكليار فورس يقول لك يعني انه هاي بكل بساطة تشتغل على شنو؟ على الليبتونز والكواركس اند هاردونز. يعني مجرد انه يعني سوالف لا تدخلون نفسكم بها، بس مجرد انه تعرفون انه يا هي القوية الجرافيتي فورس والويك نيوكليار فورس والالكترومagnetic فورس والسترونج نيوكليار فورس، كل واحدة وتأثيرها. الالكترومagnetic فورس قلنا هي انفينيتي وتشتغل على كل الاوبجكت، والجرافيتي كذلك هي انفينيتي تشتغل على كل الاوبجكت. اما النيوكليار فورس هاي تشتغل على المفاعلات الذرية على المفاعلات الذرية. فورس ان اند اون ذا بودي. احنا نجي هنا نريد نفهم القوة. يعني يقول لك هنا القوة اللي تصير بالجسم، فعندنا muscular force اللي هي القوة مال العضلات اللي هي تأثيرها شو راح تسوي لنا؟ راح تسوي لنا blood cause that blood to circulate and to the lung يعني and take in air. اني الدم البلاد حتى يصير بي circulation للجسم،
لازم يكون اكو تأثير. التأثير هذا شنو هو؟ عندي عضلات مصل، هاي المصل ايش دا تسوي؟ دا تسوي لنا كونتراكشن، دا تضغط على هاي الفيزلز، فبالتالي دا ترجع لنا الدم من للكارديو فاسكولار سيستم اللي هو للقلب، للهارت. كذلك انا بعد ايش عندي ممكن انه عندي التأثير مال القوة كذلك هاي على اللنج. أنا الرئة حتى أخذ هواء يحتاج إنه العضلات تنسحب وتكبر لي التجويف الصدري، فبالتالي راح أقدر أخذ أكسجين. فهاي شنو تأثير الفورس مال المصل؟ تأثيرها على البلاد السيركوليشن، وتأثيرها على اللنج حتى ناخذ هواء. أو الموليكولار فورس، القوة اللي تصير بالموليكولز اللي هي بالذرات، اللي هي مثلا عندنا تأثير الكالسيوم أو تأثير البون. احنا العظم مالتنا نعرف بكالسيوم، فهاي الكالسيوم راح يتجمع وراح يصير يبلش يتكون. بعدين انتم ممكن تفهمونه تاخذونه بالمستقبل، فننطيكم نبذة انه يبلش يتجمع ويتراكم ويكون لنا ما يعرف بالبون. او الكتريكال فورس، القوة الكهربائية، إذا أريد نعطي عليها مثال، اللي هي موجودة بالبرين اللي بالدماغ أو الأعصاب، أو اللي موجودة مثلا بالقلب اللي هي كهربائية القلب اللي شغل لنا القلب. أو gravitational force اللي هو قوة جاذبية. ننجي على medical effect of gravity، تأثير القوة على عفوا تأثير الجاذبية على يعني الجسم بالتحديد. medical effect of gravitational force is formation of varicose vein. احنا بكل بساطة خلينا نجي نقراها على هاي الصورة. هاي الرجل بها أوردة، هذا الوريد الطبيعي مالته يكون بشنو؟ يكون الطبيعي مالته بكل بساطة انه هو متكون هيك شكله، واكو بيه فالف، اكو بيه صمام داخلي. هذا الفين هو الوريد مال الانسان الطبيعي. فبكل بساطة هذا احنا عندنا هنا اللي هو اكو فد فالف، اكو فد صمام. هذا الصمام الوظيفة مالته يمنع عنا رجوع الدم لي جوا، يعني هو الفين دا يرجع الدم للقلب، يعني هو الطبيعي مالته يرجع الدم للقلب، فدي يصعد الدم. فأنا ما أريد الدم يرجع مرة ثانية ينزل للقاع نتيجة أكو جاذبية. فبالتالي رب العالمين خلق أكو صمامات. شنو خلق أكو صمامات. هذا وهذا الصمام، هذه الصمامات. فممكن يصير عندنا دوالي اللي هن أغلبنا نعرفهن وسامعين، اللي هو شنو دا يصير نتيجة الجاذبية. الصمامات صار بيهن مشكلة. الصمامات شنو صار بيهن مشكلة؟ انفتحن، فبالتالي الدم قام يرجع لي جوا. فالفين اللي هو الوريد صار فاريكوس، اللي هو دوالي، أو صار تورتشوس، بلش يصير شكله هيك شلون صار ملتف مو طبيعي. فخلنا نجي نقرأ فوق حتى نفهمه. فيقول لك تأثير الجاذبية على الجسم راح ينطينا شيء اسمه الدوالي، أو ما يعرف الفاريكوس فين، اللي هي اللي موجودة وين؟ بالرجل هذا ليك. نقول لك الفينوس بلاد، الدم الطبيعي يمشي عكس قوة الجاذبية، وأكو صمامات قلناها تمنع أن الدم يرجع لي جوا. تمام. against the force of gravity on its way to the heart. ترجع وين يروح للقلب، يعني هو دا يمشي من جوا يصعد دي فوق يروح للقلب. اكو صمامات تمنع انه يرجع نتيجة تأثير الجاذبية. وكذلك هذا التأثير ممكن يكون كذلك تأثير العظم او العضلات تضغط فترجع لنا، تضغط على الوريد من الخارج، فبالتالي راح يرجع الدم لي فوق. فهسه احنا اللي يحتاج نعرفه انه هاي الفين بكل بساطة شغلتها ترجع الدم للقلب. فبالتالي اكو صمامات بها حتى تمنع انه الجاذبية تسحب لنا الدم لي جوا. فبالتالي هاي الصمامات هي موجودة. إذا الصمامات انفتحت فالدم راح يبلش ينزل وما يروح للقلب، يعني يصير بي نقدر نقول ركود، أو بلش ينزل لي جوا. وهاي الحالة من يبلش الصمامات يخربن وما يشتغلن نسميها الفاريكوز فين، اللي هي نتيجة تأثير الجاذبية. نتيجة تأثير شنو؟ الجاذبية. هنا يقول لك normally blood move through the veins toward the heart، ينتقل من الوريد للقلب by one way valve، اللي هو صمام يكون باتجاه واحد، يعني يسمح للدم يصعد لي فوق بس ما ينزل لي جوا، which prevent blood from flowing backward. قلنا ما يقبل، يعني هذا الصمام يمنع الدم انه ينزل لي جوا. in varicose vein the valve don't close properly، هذا الفالف ما راح ينسد كفاية، فبالتالي
allowing the blood to pool and enlarge the vein. فهذا الصمام من ما راح ينسد بشكل كافي راح يخلي الدم ينزل لي جوا، فبالتالي راح يسوي لنا ما يعرف بالفاريكوز فين، اللي هو هذا الوريد هنا راح يبلش يصير بيه يصير حجمه كبير ويبلش الشكل مالته يتغير. ما اريد ادوخكم بيه لان هذا يعني بالمستقبل راح تاخذونه بالتفصيل، بس اللي لازم تعرفونه مكتوب هنا انه يبلش الجلد الخارجي نتيجة اللي صار يبلش يكون يصير بتقرحات، والمكان هذا يكون مؤلم. painful skin ulcer. painful مؤلم، السكن اللي هو الجلد، والألسر هي تقرحات. نجي على الموضوع الثاني اللي هو المايكروغرافيتي is a condition in which people or objects appear to be weightless. المايكروغرافيتي يقول لك لما هنا ايش يصير عندنا الناس يعني او الاوبجكت الاشياء اللي موجوده تبلش تكون ما بيها وزن او وزنها كلش خفيف، هاي يسموها مايكروغرافيتي، اللي هي شنو هي الجرافيتي الصغيره. مايكرو يعني صغير، وجرافيتي يعني جاذبيه. يقول لك can be seen when astronaut and object float in the space. هاي وقت نشوفها لما السوالف تطوف بالفضاء. Microgravity can be experienced in the other ways as well as اللي هي يعني نعرف انه هي micro mean very small. احنا بنقول micro معناها شيء كلش صغير، بأي مكان تقرأ micro فمعناها شيء كلش صغير. Microgravity يقول لك the condition gravity seem to be very small، لما الجاذبية تكون كلش صغيرة. فخلنا نجي نشوف هنا. يقول لك the effect of space flight on the human body، مثل واحد طار بالفضاء يعني طار الفضاء وكان اكو تأثير الجاذبية كلش قليل very small gravity effect. ايش راح يسوي لنا؟ فبالتالي الإنسان إذا كان بالفضاء راح يصير اكو شيء اسمه complex and largely harmful over both short and long term. راح بالتالي يبلش يأثر بطريقة مؤذية سواء للزمن القريب أو الزمن البعيد للجسم. فيقول لك ال adverse effect of long term weightness include، يعني أنت كنت بالفضاء ووزنك كلش خفيف والجرافيتي اللي هي الجاذبية كانت كلش قليلة، شو راح تسوي؟ راح تسوي مصل أتروفي، العضلات تبلش تضمحل، أتروفي اضمحلال، وراح يبلش يصير ديتوريشن اللي هو ديتوريشن يعني انه السكليتال اللي هو العظام مالتنا او الهيكل العظمي يبلش يسوء، ديتوريشن حالته تصير أسوأ، يبلش يسوء، فيصير بيه اوستيوبينيا. الاوستيوبينيا اللي هي شنو؟ اللي هو هشاشة العظام. اوستيوبينيا هي هشاشة العظام. Other significant effects include a slowing of cardiovascular system function. راح يبلش القلب مالتنا الشغل مالته يقل، وكذلك راح يبلش يقل عندنا الانتاج مال كريات الدم الحمر. فبالتالي شنو هسه احنا اللي صار عندنا؟ اللي صار عندنا اللي لازم نفهمه انه تأثير الويتلسنس او الوزن الخفيف او المايكروغرافيتي. اول شيء على العضلات، تسوي اضمحلال بالعضلات، وراها تروح للعظام مالتنا وتبلش تخلي حالتها تسوء من خلال انه نسوي هشاشة بالعظام. وراها راح تبلش تروح على الجهاز القلب والأوعية الدموية وتقلل الوظائف مالته. وراها راح تروح على كريات الدم الحمر او تمنع عنا انه الجسم يكون كريات دم حمر، فبالتالي راح تسوي لنا سبيس انيميا. ممكن يسوي لنا بالانس ديزوردر، الانسان بعد يفقد التوازن مالته اللي هو ديزوردر، منها امراض eyesight disorder and change in immune system. راح تبلش تأثر لنا على الفيجن، على النظر مال هذا الانسان، اللي هي ممكن تسوي لنا تغير بالمناعة الاميون سيستم بالجهاز المناعي. additional symptoms أعراض symptoms طبعا معناها أعراض. الأعراض اللي راح نشوفها ممكن fluid retention اللي هو fluid redistribution، انه السوائل اللي بالجسم راح تبلش يصير بيها راح يبلش يكون توزيعها غلط، يبلش الانسان ينفخ، يصير قدام مون فيس اللي هو وجهه، يعني شايفين نقولها وجه قمر انه قد ما منفوخ وجهه، فيبلش يورم بافي فيس، وجهه يكون باف منفوخ. فبالتالي راح يبلش انه يطلع عندنا الورم اللي بالجسم نتيجة السوائل بلشت تطلع من الخلايا من مكانها الطبيعي تروح لمكان غير طبيعي. وكذلك
appearance typical in picture of astronaut experience weightlessness. فهنا يقول لك كذلك راح يبلش الجسم شو يصير بيه lose of body mass، راح يبلش الوزن مالته يخف، وممكن يصير عنده nasal congestion خشمه يحتقن، sleep disturbance بعد ما يقدر ينام، اللي هو disturbance اللي هو يعني مشاكل بالنوم، واكسس flatulence اللي هو flatulence يعني منفوخ، يكون دائما منفوخ، ونكريز كدني ستون يعني الكدني هي الكلية مالته، فراح يبلش يصير بيها حصى اللي هو الستون، وراح يبلش يصير عنده نيورو ديجنريشن. نيورو يعني أعصاب، ديجنريشن تحطم، فتبلش الخلايا العصبية ما تتحطم وتتكسر. هذا كله يصير لما الإنسان يكون موجود بالفضاء، عضلاته تروح. هسه احنا إذا نريد نحفظها، نحفظ إنه أول شيء العضلات شو يصير بيها؟ تضمحل. العظام يصير بيها هشاشة عظام. القلب الكارديوفاسكولار سيستم راح يبلش وظائفه تقل. الكريات الدم الحمر راح يقل انتاجهم، فبالتالي يصير عنده فقر دم. راح يفقد التوازن مالته ويفقد المناعة مالته تصير قليلة. راح السوائل مال الجسم مالته تبلش تتخربط، فبالتالي يورم، وبالتالي كذلك هنا المريض راح نشوف البادي ماس مالته نازلة ضعفان، وراح نبلش نشوف عليه انه هو خشمه محتقن، مشاكل عنده بالنوم، ممكن يوصل هذا الشيء انه يصير عنده حصوات بالكلى، ممكن يؤدي الى كذلك نيورو ديجنريشن، الاعصاب مالته تبلش تتلف. هسه راح نجي نحكي على stability and center of the gravity. الستابيليتي هو التوازن، والسنتر اوف ذا جرافيتي هو مركز الثقل. هسه حنجي اذا اريد نجي نحكي على الانسان، هذا هنا ننجر خط اللي هو السنتر اوف ذا جرافيتي. مركز الثقل هو هنا، اللي هو احنا وين هذا المكان؟ اللي هي الساكرال ريجن، اللي هي خلينا نجي نقرا اسوي لكم ريفيو على الفيرتبرا او الفقرات. عندنا هنا السيرفايكال فيرتبرا الفقرات العنقيه، الثوراسيك فيرتبرا اللي هي الفقرات اللي موجوده بمنطقه الصدر، واللمبر فيرتبرا اللي هي الفقرات الموجودة بالمنطقة القطنية، والساكرا اللي هي المنطقة الساكرا والكوكسيك اللي هي هنا المنطقة تقريبا الأصاصية. فإحنا هنا بكل بساطة يقول لك ال center of the gravity of a human body هي hypothetical point، إنه إحنا نقطة شنو هي نظرية around which the force of gravity appear. شنو إيش عندنا؟ القوة مال الجاذبية راح تبلش تطلع ويكون شغلها هنا، and it is point which the combined mass of the body appear to be concentrated. يعني احنا وزن الجسم كله راح يتركز هنا. وين يتركز؟ بالcenter of gravity، بالمركز مال الثقل. يعني وزن مال هذا المريض، عفوا هذا الإنسان كله راح يتركز هنا. بهاي النقطة اللي احنا نسميها center of gravity. فيقول لك the anatomical position of the center of gravity lie approximately anteriorly to the second sacral vertebra. هاي كلش مهم تعرفوها. وين مكانه؟ بالفقرة القطنية، عفوا بالفقرة الأصاصية الثانية second sacral vertebra. وين second sacral vertebra؟ بهذا المكان راح يكون اكو مركز الثقل، اللي هو الثقل مال الجسم كله يتمركز بيه، اللي هو وين موجود مالته؟ السنتر اوف بلفس، بالمركز مال الحوض، حوض الجسم. يقول لك يعني هنا انه هذا المكان يكون is not remain fixed in the anatomical position. ف السنتر اوف جرافيتي دائما ممكن انه احنا بكل حركة بكل تغيير ممكن يتغير، فبالتالي انا من اتحرك هذا المركز الثقل راح يتوزع ويروح كذلك على اللور لمب اللي هو الرجلين، راح ينزل على الفخذ وراح ينزل على الرجلين وينزل للقاع، فهو هذا المركز مال الثقل. فبالتالي يقول لك هنا Price's location of the center of gravity is always shifting with each movement of the body and limbs. راح يتحرك ويا كل حركة مال الجسم ومال اللمس. The proportion الوزن مال الجسم ومال الأطراف والترانك اللي هو الجذع والرأس راح يكون كله تأثيره وين؟ تأثيره على center of gravity، هذا الجزء اللي قلنا له. Every time كل ما نتحرك كل ما راح يكون هنا اكو تأثير مال السنتر اوف جرافيتي، الوزن كله راح يتركز هنا. العفو. المهم time we move a body position it's seen that in male
the center of gravity is in a slightly higher position, larger shoulder mass. فهنا الفكرة انه السنتر مال الجرافيتي بالميل يختلف، راح يكون شوية على نتيجة انه الشولدر ماس اكبر. الشولدر هو الاكتاف مالته، كثافة مالته. نحن نعرف الاكتاف مال الولد تكون مفتوحة وتكون اكبر من الاكتاف مال البنت. فالملخص مال هذا السلايد كله انه احنا لازم نطلع نعرف انه السنتر مال الجرافيتي موجود بالسكند ساكرال فيرتبرا، اللي هي هاي وينها الساكرال فيرتبرا، وينها هاي السكند ساكرال فيرتبرا بالفقرة العصوصية الثانية. هنا راح يتمحور مركز الثقل اللي هو الوزن اللي يجي من الجسم كله، بالتالي راح يتركز هنا، وراها راح ينتشر على البيلفس اللي هو الحوض، وراها راح ينزل على اللور لمب اللي هو وين، شنو اللور لمب؟ الأطراف السفلية. فهنا يعني احنا اذا نريد نحكي، فخلينا نجي نشوف هاي الصورة. يقول لك انت اذا كان عندك المركز مال الثقل اللي هو السنتر اوف جرافيتي واللاين اوف جرافيتي، هذا طبعا احنا نسميه لاين اوف جرافيتي، خط الجاذبية، وهذا السنتر اوف جرافيتي اللي هو السنتر هنا مركز الثقل وهنا. فهنا اذا هذا ستيبل، فبالتالي يعني الانسان راح يكون حركته كل شيء بها طيب. بس اذا انستيبل، بالتالي هذا شو راح يسوي لنا؟ راح يسوي لنا مشاكل. فاحنا خلينا نجي نقرا الفوق ونفهم. انا مجرد اريدكم تفهمون شنو هو اللاين جرافيتي وشنو هو السنتر اوف جرافيتي. يقول لك التأثير مال القوة مال الجاذبية على الجسم راح تكون داونورد، فبالتالي هنا شو راح يكون داونورد اللي هو لي جوا، تأثيرها يكون للأسفل. اتجاهها وين؟ toward the center of gravity of the earth. راح يكون تأثيرها عموديا على اليمين على مركز الثقل. فهسه احنا هذا نشوفه انه هو نزل لي جوا داونورد ويكون على السنتر اوف جرافيتي، على مركز الثقل. This line of gravity يقول لك هذا الخط مال الجاذبية مهم. احنا ليش لازم مهم نفتهمه؟ It's important to understand and visualize. ليش احنا لازم نفتهمه ولازم نشوفه؟ حتى نعرف هذا الشخص الابيليتي مالته، القدرة مالته على انه راح يسوي لنا successfully maintain balance، راح يقدر يوازن نفسه لو لا. لان التوازن مال جسم الانسان يعتمد على هاي النقطة. when the line of gravity يقول لك لما اللاين of gravity يكون خارج البيس اوف سبورت. البيس اوف سبورت هسه راح نجي عليها. هسه احنا رسمنا هذا اللاين اوف جرافيتي، عرفتوه؟ هذا السنترال جرافيتي. بلقى بين الرجلين اكو شيء اسمه بيز اوف سبورت. اذا سقط هذا الخط بشكل عمودي على هاي النقطة، فهذا الشخص راح يكون ستيبل او نقدر نقول متوازن. اذا لا كان مو عليه بعيد، هسه هذا هنا البيز اوف ستيبلتي اللي هو بين الرجلين هذنيا، فهو هذا السنتر اللاين اوف جرافيتي ما سقط عليه، سقط بعيد عنه، فهذا هو انستيبل او غير متوازن. فالفكرة هنا شنو؟ يقول لك ان then a postural reaction as needed to order to maintain the balance. انه احنا يحتاج الخط مال الجاذبية يوقع على البيس اوف سبورت، نقطة المساعدة اللي هي هاي وينها، حتى شنو؟ حتى الشخص يكون ثابت ويكون متوازن، maintain balance. when the line of gravity within the base of support an object or person said to be stable. يعني احنا اذا قلنا اذا ثابتة وعدلة، فهذا الشخص راح يكون متوازن. اذا غير متوازن الخط او اللاين اوف جرافيتي وقع، بس يعني النزلة مالته كانت مو على البيس اوف سبورت، فهذا هو الشخص غير متوازن وانستيبل. خلينا نجي نقرأ الموجود بالسلايد. when the line of gravity fall outside the base of support، لما يوقع خارج نقطة المساعدة اللي ذكرناها، هذا الشخص راح يكون شنو؟ unstable، غير ثابت. فبالتالي given that the line of gravity، اللاين اللي هو الخط مال الجاذبية، لازم يقول لك لازم يوقع وين؟ يكون اتجاهه fall within the base of support in order to satisfy the criteria of stability. يعني احنا اذا نريد نقول هذا stable، هسه واحد واقف اريد نقول هذا stable وهذا ثابت، ويعني والبالانس مالته طبيعي اللي هو التوازن مالته طبيعي، لازم اللاين مال الجرافيتي اللي هو الخط مال الجاذبية يوقع اليمن على البيز اوف سبورت اللي هو النقطة اللي يصير بين الرجلين اللي هي قاعدة المساعدة. to order the criteria of the stability.
يقول لك the factor هاي الأمور الثانية هسه راح نحكيها لازم تكون بالحسبان. فيقول لك a large base of supports and increase stability. إذا القاعدة هاي اللي جوا كانت كبيرة فبالتالي راح تزيد نسبة التوازن. أما إذا كانت صغيرة يعني عفوا إذا كان السنتر اوف جرافيتي هذا اللي هنا صغير فبالتالي راح يزيد الانستابيليتي. فانت يحتاج تعرف هذين النقطتين كلش مهمات، انه البيز اوف سبورت اذا كان كبير، اذا كان يعني زاد فبالتالي راح الاستابيليتي راح تزيد. يعني نقدر نقول علاقة طردية بين التوازن وبين البيز اوف سبورت. فيقول لك the line of gravity must move greater distance to fall outside the base of support. فيقول لك شنو الخط مال الجاذبية لازم يكون أكبر من المسافة اللي يوقع عليها بالبيز اوف سبورت. يعني هسه احنا هذا هنا المسافة هنا لازم تكون كبيرة، فبالتالي راح stability التوازن يكون ثابت. أما إذا نجي على السنتر اوف جرافيتي هذا اللي هنا إذا كان قليل فبالتالي التوازن مالتنا راح يزيد. يعني شلون؟ يعني هسه عرفنا انه stability التوازن يتناسب طرديا ويا من؟ يتناسب طرديا ويا البيز اوف سبورت وعكسيا ويا السنتر اوف جرافيتي. يقول لك it is unlikely that the line of gravity، يقول لك يعني مو دائما اللاين مال جرافيتي will fall outside the POS. يعني مو دائما راح يوقع بعيد عن ال base of support. It will not what an average woman commonly have. يعني يقول لك النساء عندهن تقريبا 8 إلى 15% أقل longitudinal center of gravity. يعني هذا center of gravity longitudinal مالتهن يكون أقل طوليا. تمام. فالمختصر مال هذا السلايد أدري بيدوخكم، أدري راح تسأل تقول زين أنا هسه هذا يحتاج شنو اللي أعرف منه؟ تحتاج تعرف انه اكو لاين اوف جرافيتي، اكو سنتر اوف جرافيتي، اكو البيز اوف سبورت. اللاين اوف جرافيتي اذا وقع على البيز اوف سبورت فهذا الشخص هو متوازن، اذا ما وقع عليه فهو غير متوازن. نجي وراها نفهم السنتر اوف جرافيتي اذا زاد عفوا اذا اقل السنتر اوف جرافيتي راح الستابيليتي راح تزيد. يعني شنو؟ يعني علاقة عكسية. السنتر اوف جرافيتي علاقته عكسية ويا من؟ ويا الستابيليتي. كل ما يقل السنتر اوف جرافيتي كل ما الشخص يكون متوازن. اما البيز اوف سبورت كل ما تزيد كل ما الشخص يكون متوازن. هذا كل المطلوب منكم تعرفونه، واللي هو الملخص مال هذا الحكي كله. يجي هسه الفورس اون ذا بودي. عندنا قوة على الجسم، عندنا الستاتيك فورس، عندنا دايناميك فورس، عندنا فريكشنال فورس. الستاتيك فورس اللي هو يقول لك الجسم لما يكون بالاكويليبريم بالتوازن فهاي احنا نسميها ستاتيك فورس. اما الدايناميك فورس اللي هي الطاقة الحركية لما الجسم يكون دا يتحرك. والفريكشنال هي يعني القوة السبب نتيجة الاحتكاك. الستاتيك فورس او الستيشنري فورس اللي هي يقول لك انه state of equilibrium. احنا الانسان من يكون ثابت ما يتحرك متوازن هاي اسمها static force. يقول لك the sum of the force in any direction. يعني يقول لك احنا نجمع القوة بأي اتجاه راح تكون مساوية الصفر بالنسبة للجسم للهيومن بادي. يعني ها بكل بساطة أنا ما متحرك، أنا ثابت ما مسوي أي فعل، فبالتالي القوة مالتي صفر. وهاي شنو هو تأثير المصل، العضلات، الجوينت، المفاصل، العظام اللي هي راح تشتغل كعتلات ليفرز. فراح نيجي نحكي على الليفر سيستم، النظام اللي هو العتلات. يقول لك bone and muscle relationship. The operation of most skeletal muscles involve use of leverage and lever system. احنا حتى نيجي نفهم التحرك او الحركات مال الجسم فاحنا راح نيجي نذكر شيء اسمه الليفر سيستم او ما يعرف بالعتلة. يقول لك partnership between the muscular and skeletal muscle. هي يعني علاقة بين العضلات والجهاز الهيكل العظمي. فيقول لك الليفر اللي هو العتلة هي عبارة عن جهاز متكون بيم ريجيد رود بايوفيت at a fixed hinge. بكل بساطة نقدر نقول احنا هذا بكل بساطة بيم اللي هو عمود او ريجيد رود، او نقدر نقول فد مثلا هسه احنا نجي نريد نجيب فد عتلة عندنا بوري ثابت ويكون اكو بيه هنج اللي هو المفصل. هنج شنو؟ مفصل. او فولكرام اللي هو نقطة ارتكاز.
هذه اللي ثلاثة نجمعها ايش راح يعطينا؟ راح يعطينا عتلة. ف lever is rigid body capable of rotation in one point on the itself. فاحنا نجي هذا هو نقدر نقول العظم، هذا المفصل، وهاي عندنا احنا هنا العضلات. اوكي رسم سيء بس حتى نفهمه. فهذا النية ثلاثتهن راح يسوون لنا عتلة. هذا العضلة راح تأثر لنا على العظم، وهذا العظم راح يتحرك، فبالتالي وكذلك المفصل هو نقطة الارتكاز، فبالتالي راح يسوي لنا فتح حركة. فهو هذا ما احنا اللي نقصده بالليفر سيستم. on the basis of the location، فهذا يقول لك يعتمد على الموقع مال الفوليكرام اللي هو شنو نقطة الارتكاز، واللود اللي هو الحمل، والإفورت اللي هو الشغل. فهذين ثلاثتين مهمات تعرفوهن حتى شنو هسه بعد شوي راح نجي ناخذ الكلاسز مال ليفر، وكل ليفر كل عتلة شلون تشتغل. فشنو عندنا هنا؟ عندنا الفوليكرام اللي هي نقطة ارتكاز، اللود اللي هو الحمل، والإفورت اللي هو الشغل اللي احنا دا نوفره. الليفر هو العظم، تمام. هسه احنا اول شيء نريد نجي نفهم نسوي تشابيه. الليفر هو بكل بساطة هو العظم. ان الجوينت انا عندي مفصل، هذا المفصل هو شنو؟ هو الفوليكرام اللي هو نقطة الارتكاز، والعضلات هي الافورت او الشغل. ف اللي نريد نفهمه هنا انه اني العضلة هي راح توفر لنا قوة حتى احرك شنو؟ حتى احرك الليفر اللي هو العظم، والجوينت المفصل هو نقطة الارتكاز اللي راح تصير عليه تقريبا القوة. anything that is being lifted أي شيء ثاني ما ذكرناه بهذين الأجزاء هو يعتبر اللود، اللي هي مثلا البون، التشو، anything else. فيقول لك يعني هنا هسه راح تسأل، راح تقول لي أوكي زين هنا البون هو الليفرز. فهنا يقول لك يابا خلينا نجي نفهمين على هاي الصورة حتى شنو، حتى انتو يعني ما تدوخون. الليفر اللي هو نقطة الارتكاز هو المفصل، تمام. اللود اللي هو المقاومة هي الثقل مال هذا الجزء. يعني هسه ايدك اذا ثقيلة فهذا هو اللود اللي هو المقاومة او الحمل، والافورت الجهد هو المصل، العضلة ايش قد تعطى الجهد حتى تحرك هاي الايد، هاي احنا نسميه افورت. والليفر ارم هو البون، العظم. فهذا هذا المخطط هو يختصر لك كل شيء. يابا نقطة الارتكاز هو المفصل، اللود او المقاومة او الريزيستنس هو الثقل مال الايد، والإفورت هو العضلة، والليفر ارم اللي هو العظم. خلينا نجي نفهمها هنا. هذا يقول لك نيمونيك حتى احنا نتذكر الليفر. فالاف ال اي اللي هو الفولكرام اللي هو الافورت، وعندنا بعد شنو عندنا بيها اللود اللي هو عن مختصر الاف ال اي، فولكرام، لود، والافورت. هسه احنا هذا نجي نحكي هنا على هذا الجزء. يقول لك the pivot اللي هو المحور lie between the effort and the load. أول شيء عندنا أكثر من كلاس، عندنا 3 كلاسات من الليفر. الكلاس الأول أنا من أجي أريد أحكي راح أقول المحور اللي هو البايفت اللي هو المفصل، هذا المفصل هنا، خلينا نغير هذا هو المفصل هنا. بكل بساطة هذا المفصل عندنا أكو عليه لود، أكو حمل اللي هو الوزن مال الهيد، وعندنا الإفورت اللي هو العضلات أو المسلز مال النك مال الركبة، التأثير مالتها. فأنت عندك نقطة ارتكاز اللي هو المفصل، والوزن المسلط على نقطة الارتكاز اللي هو اللود مال الرأس، وعندنا هنا الإفورت اللي هي العضلات وشغلها على هذا الجزء. فهذا هو القانون الأول كلاس 1 ليفر، اللي هو البايفت يساوي الإفورت واللود. شوف هسه هنا احنا عندنا هذا البايفت اللي هو المفصل، وعندنا هذا اللود اللي هو الهيد، وعندنا هنا الإفورت اللي هو العضلة وتأثير العضلة. السكند كلاس ليفر يقول لك هنا العتلة النوع الثاني، يقول لك يعني هاز a point of resistance. هنا احنا عندنا المقاومة. هاي المقاومة وين مكانها؟ بين المفصل اللي هو الفولكرام نقطة الارتكاز، وبين شنو؟ الإفورت العضلة. فيقول لك in the human body a second class lever is used when person stand on tip of the toe. هاي خلينا نجي نفهمها على المثال راح تفهمون شنو أقصد. الواحد وقف على أصبعه، إيش صار عندنا؟ صار عندنا نقطة ارتكاز اللي هو الأصابع هذا، وصار عندنا اللود اللي هو الوزن مال شنو؟ الجسم. هسه أنا هذا اللود، الوزن الماس اللي تنزل من فوق، هذا كله هو شنو؟ هو وزن الجسم. هاي نقطة الارتكاز. والإفورت هو شنو؟ العضلات اللي متقلصة هنا، العضلات المتقلصة هنا هو هذا الإفورت. فهنا السكند ليفر
الفيرست ليفر حكيناه انه احنا عندنا هنا هذا الجوينت، وعندنا هذا الوزن، وعندنا هنا الافورت اللي هو العضله. هنا رجعنا حكينا على السكند كلاس ليفر، قلنا الفالنجيز اللي هي الاصابع هي مثلت لنا نقطه الارتكاز. اللود هو الجسم، تمام، اللود هو الجسم، والافورت هو الجاستروميمس مصل اللي هي هاي العضله اللي هنا المتقلصه. كذلك هنا يقول لك مثال ثاني للسكند كلاس ليفر، يقول لك هنا بكل بساطة مثل الأخيلس تندن. هذا الأخيلس تندن بكل بساطة هو راح احنا من اللي هو نقطة الارتكاز ارتفعت، وهنا صار لنا الوزن مال الجسم، وهنا صار لنا تقلص بالعضلة بالكالف. عندنا هذا الأخيلس تندن اللي هو هنا الرباط هذا اللي دا يسوي لنا يسوي لنا effort، اللي هو دا يسوي push or pulling across the heel of the foot، يا أما يدفع يا أما يسحب. فبالتالي هو هذا العتل النوع الثاني. الثيرد كلاس ليفر اذا نجي نريد نحكي عليه هو يمثل لنا الايد. انت من تيجي تريد يعني الولد من يروحون للقاعة ويشيلون مثلا الدمبلس، فاحنا هنا عندنا صار شنو؟ صار عندنا الفولكرم اللي هو الالبو اللي هو هذا الجزء الكوع مالتك، هو صار نقطة الارتكاز، اللود الايد كلها. وصار عندنا الافورت هو البايسبس اللي هو العضلة نفسها اللي تسحب. فهنا نشوف هذا الوزن هسه هذا يسحب مننا وزن، فهنا صار عندنا هذا الفولكرم اللي هو نقطة الارتكاز، والقوة صارت هذا الجزء، وهنا صار عندنا الإيد كلها هي اللود، تمام. فيقول لك forearm bend third class lever biceps attached to the bone on the radius below the elbow joint. احنا عندنا هاي وينها هسه اذا نجري نحكي هاي الفور ارم، هي هاي الفور ارم، والارم كلها هي هاي يعني الابر لمب. فانا اذا اجي اريد احكي فاذا اقول لك هاي البايسبس بدها تتصل وين بهاي العظمه هاي اسمها الراديوس، بدها تتصل هنا. فبالتالي ايش تفر وهنا هذا شنو الفولكرم اللي هو شنو اللي هو نقطه الارتكاز. نتيجة السترينث والسترتشنج، فانا ايش راح اسوي؟ راح اسحب وزن. اما عندي بالفور ارم هسه احنا هنا شنو؟ هسه احنا هنا عندنا شنو؟ عندنا لما نسحب شيء نسوي له كونتراكشن، لما اقلص واسحب شيء دا يكون هذا هنا الثيرد كلاس ليفر اللي هو العتلة النوع الثالث. اما لما يكون اكو سترينكتر اللي هو شنو الترايسبس هاي من نسوي اتاش للالنا، فهنا شنو؟ هنا انا حولت هذا الليفر الى كلاس الاول. فحتى نربط حتى نفهم انه اذا البايسبس جاب لكم سؤال دكتور البايسبس هاي العضله هنا متصله بعظمه الراديوس، فبالتالي ايش يصير عندنا؟ يصير عندنا يعني اللي هو الليفر كلاس الثالث، تمام، اللي هو يصير عندنا هذا اللي هي الفور ارم تصير هي اللود، وهذا الجزء ده يصير عندنا الافورت الجهد، وهذا يكون مركز الثقل. اما اذا نجري نحكي على انه الترايسبس هاي اللي هو الترايسبس براكي اللي هي متصله وين؟ متصله بالالنا هنا وين؟ بالراديوس. هاي العضله متصله بالراديوس اللي هي البايسبس. الترايسبس اذا تتصل بالالنا واشتغلنا فهنا شنو؟ فيرست كلاس ليفر. فمختصر الهاي الدوخة كلها حتى ما تدوخون نفسكم. اذا شغلنا البايسبس فهو دا نشتغل بالثيرد كلاس ليفر، اذا شغلنا الترايسبس فاحنا دا نشتغل على الفيرست كلاس ليفر. هاي فضلت راحت. ولهنا نكون خلصنا الجزء الاول من المحاضرة، اتمنى استفاديتوا وشكرا جزيلا.